ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ دايما لما بشوف الكومنتس تحت بلاقي ناس كتير قوي بيقعدوا يقولوا لي ليه ما بتعمليش فيديوهات عن مشترياتك، ليه ما بتعمليش فيديوهات عن مشترياتك، ليه 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 ليه. فقلت خلاص طيب ليه لا. اشتريت من موقع هولسيل باينج ده اسمه، والطلبيه لسه وصلت، فهفتحها وراها. طيب اول حاجه بسم الله الرحمن. اوكي، اول حاجه كنت طالباها منهم هي الفرشه دي. هي بتيجي كده مموجه، بصوا شكلها من ورا هتبان اكتر هي شكلها عامل ازاي. فهي كده من قدام، ودي الفرش بتاعتها باينه. اوكي، فهجربها دلوقتي وهقولكم. انا جربتها وعجبتني جدا، جربتها بعد الفيديو وعجبتني جدا، وبجد بتسلك الشعر بطريقه حلوه جدا جدا. غير يعني انه في فرش تانية بتعقد الشعر زياده، لكن دي لا، بتسلكه بسرعه جدا. وكمان اذا مثلا طلع شعر زائد فيها سهله جدا التنظيف، لانه في بعض الفرش بتبقى صعبه جدا وبالعكس بتعقد الدنيا، لكن دي سهله التنظيف وحلوه جدا وملمسها ناعم على الشعر. فبجد عجبتني، بنصحكم ان انتوا تجيبوها. تاني حاجه كنت طالبه منهم البوت ده. حلو، اكيد يعني هيتلبس في الشتاء يعني، بس انا كنت جايباه عشان عجبني بصراحه. عجبني قوي الحته دي. هو جه مقاسي الحمد لله، يعني مكنتش متوقعه ان هو ممكن يجي مقاسي، لان عارفين انتوا احيانا الغرب بيبقى شويه مختلف عننا، فانا جبت مقاس وكنت خايفه جدا لو ما يطلعش مقاسي، بس طلع مقاسي الحمد لله. على فكره انا عايزه اقول لكم، لو انتوا مثلا بتجيبوا من موقع صيني او حاجه، وخلوا دايما لو انتوا مقاسكم مثلا سمول هاتوا ميديم، او هاتوا الاكبر سنه منه، علشان يعني هم شويه مقاساتهم تبقى اصغر مننا او كده، فجيبوا شويه اعلى من درجتكم سنه. دي بلوزه اوكي، هي خامتها خفيفه شويه، فلو انتي محجبه مثلا او حتى لو كده البسي تحتيها حاجه مثلا عشان ما تشفش. هي بس الحته الزرقاء دي اللي شويه يعني خفيفه شويه. من هنا خامتها جدا حلوه يعني. وعلى فكره من هنا جيب، من هنا كمان جيب. انا هلبسها دلوقتي وهتشوفوني وانا لابساها عامله ازاي يعني، بس عجبتني. الحاجه اللي بعديها جبت منهم البنطلون ده. عجبني جدا ان هو مفيهوش بقى زراير او سوسته. عجبني قوي ان هو كده، يعني ان هو فيه زي انه بيسي على طول، يعني انه مش هيقعد يضايقك بقى وبتاع وكده، لا. فدي اكتر حاجه عجبتني فيه. وكمان ان هو خامته حلوه جدا. بصوا دي يا جماعه، دي عباره عن قماشه اللي هو المطاط او اللي هو الاستك، يعني بدل ما تكون في زراير وحاجات زي كده، دي بدلها. وحلوه جدا على فكره، بتبقى مريحه احسن من الزراير واحسن من الحاجات دي. فهو عجبني جدا. اولا قماشته حلوه جدا، خامتها تنفع صيف وشتاء كمان. فحلوه جدا بجد، عجبتني. وعجبني كمان الورد اللي على الجنب، ومن ورا ده شكله مكتوب من هنا نايس 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 نايس. هو حلوة جدا، بس انا جبت مقاس كبير شوية عليا. الحاجة اللي بعدها هو الفيست ده. اوكي، اكتر حاجة عجبتني فيه الخامة بتاعته، ناعم وطري بشكل ما يتعبش الجسم وحلوه جدا، يعني انه ما يحرركيش بره وتبقي حاسه انك مكتومه ولابسه حاجات كتير، او يعني حتى لو انت كنتي لابسه حاجه واحده ممكن تكون خامتها مش حلوه بتتعبك. فدي لا، دي من الخامات الحلوه، دي اكتر حاجه عجبتني فيها بجد الخامه.
انا دورت على الخامه، وكمان يعني تقيله مش بتبين رغم ان هي خفيفه، يعني حلو للصيف جدا جدا بشكل غير طبيعي، فعجبني قوي. وتفصيلته ولونه حتى حلو، يعني انا لما شفته في الموقع ما توقعتش ابدا ان هو لونه هيطلع حلو كده او شكله هيطلع حلو. جايبين لي معاها كارت من الماركة تقريبا، فستان سواريه. اوكي، من ورا بصوا شكله عامل ازاي، هو مفتوح من ورا يعني. بس اكيد لو انتي محجبة يعني هتلبسي يا اما من تحت بادي سواريه يا اما من فوق بلورو، يعني حاجه كده. من هنا بيجي زي انه يعني في يعني اللي هي الحاجات اللي بتلمع زي الترتر يعني او الخرز والحاجات دي. وفي كمان جيبونه من تحت في كذا طبقه يعني تل وستان. هو بصراحه جدا عجبني وحلو يعني. حتى كمان انا لما لقيته ما كانش انه غالي للدرجه، يعني انتوا لو نزلتوا هنا رغم ان هو الكواليتي بتاعته حلوه جدا جدا، انتوا لو نزلتوا هنا ورحتوا نزلتوا في اي مول مثلا او اي حاجه عشان تشتروا هتلاقوه غالي فوق خالص. لكن ده انا مش عايزه اقول لكم سعره لان خليها مفاجاه يعني. اللينك بتاعه هيكون في الديسكربشن بوكس، خشوا شوفوا ثمنه. يعني انا فوجئت انه يعني حتى ما يجيش بالكواليتي بتاعته الحلوه دي، ما يجيش تمن خيط اتحط فيه حتى يعني بجد رهيب. وجايه معاها السلسله دي، ف حلوه قوي تفاصيلها حبيتوا اي حاجة من اللي انا اشتريتها كل اللينكات هتلاقوها في صندوق الوصف تحت. وكمان اللينك بتاع الموقع نفسه هيكون تحت برضو في صندوق الوصف. خشوا واتفرجوا على الموقع نفسه عموما وشوفوا كل الحاجات اللي فيها هتلاقوها حلوة جدا، مش شرط اللي انا اشتريته بس. اسفة بس لانه مصورتش النهاية فبعتذر يعني. وبس تابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي هتلاقوها برضو تحت.